زكيه، يا ستي زكيه، شوفي بقى يا ستي، انا عندي مستاجر كويس قوي للشقه اللي في الدور الاولاني. مش هأجرها. مش هتأجريها ازاي؟ وده معقول؟ انا حرة يا اخي، ده ملكي انا. انت عارف كويس ان البيت ده ملكي. يا ستي هو انا بنزعك في ملكك؟ ده راجل موظف رئيس ارشيف عرفته في القهوه، ولما عرف ان عندنا شقه فاضيه اترجاني. بقول لك مش هأجرها يا عطيه. يا ستي ده انا ضمنه هيدفع ال5 جنيه من سكات، لا هيطالب بتخفيض ولا حاجه، ده اصله بس مزنوق يا زكيه، منقول جديد وبيبات في القهوه يا زكيه. يا اخي يبات في القهوه يبات في الشارع وانا مالي؟ انا قلت لك مش هأجرها، يعني مش هأجرها. واعمل ايه انا بس دلوقتي؟ انا اديت كلمه للراجل يا زكيه. اديته كلمه؟ صحتني والنبي، بتتكلم كأنك راجل بصحيح. وبعدين بقى يا زكيه، وده اسمه كلام؟ مش قلت لك مفيش داعي تجرحي احساسي بالشكل ده؟ الله، ما تزعلش يا عطيه، ما هو يا حبيبي انا قلت لك 100 مره خليك في حالك. ايه اللي يحشرك في حاجات زي دي؟ ده بيتي انا، ملك. اصل انا اديت للراجل كلمه، وده بيقعد معايا في القهوه كل يوم، هلاعبه بعد كده طاوله ازاي بس؟ والنبي تأجريها يا شيخه، ده حتى غلبان. زهقتني، بعد عني بقى. اتهوى يا عطيه، اتهوى. طيب يا ست حاضر، بس ما تزعليش نفسك، انا هتهوى يا زكيه. يا سلام، هي دي الفكرة السليمة يا زكية هانم. يعني ايه رأيك بقى في فكرتي دي يا دبور؟ سبحان العاطي، سبحان المتجلي. انت فاكرة ان الافكار دي من عند بني ادم؟ مش ممكن، دي لحظات تجلي. يا متجلي روق مخنا روق. انا قلت اعمل الشقة بانسيون واجر كل اوضة بجنيه في الليل، يعني يبقى اجرها في الشهر 60 جنيه. هو ده الكلام يا ست زكية هانم، بس يعني ما تنسيش اننا هنكلف ثمن العفش. عفش ايه؟ احنا محتاجين لسرير واحد بس. ايه؟ دول اوضتين يا زكية هانم. ما انا هاخد سرير عطية. سرير عطية؟ ايوه، يعني هو لازم يبقى عنده سرير لوحده؟ اهي الكنبة ممكن ينام عليها. لا يا دبور، مشروع كويس قوي قوي قوي. هو كويس قوي، بس يعني العملية بالشكل ده مش هيطلع لي انا فيها حاجة ابدا. لا انا مش هنساك برضو يا دبور، انت عارف اي فلوس بتحتاج لها مش بديها لك. انا مش قصدي السلف يا ست زكية، انا قصدي يعني ان البنسيون ده ممكن يبقى كنز، ممكن يبقى عملية كبيرة قوي. يعني هما 60 جنيه مش كفاية؟ ده الايجار، انما انا بتكلم على حاجة تانية. البنسيون ده هيشيل ويحط ناس اشكال والوان، فيهم الغني وفيهم الفقير، وما دام هيبقى ساكن هنا في حوزتنا ونايم عندنا، يبقى لازم نفكر كويس، لازم كل زبون مريش نعمل له جلسه. فهمت. اما انت مصيبه يا دبور، خلاص الزبون المريش نعمل له جلسه. اسمع، سعديه تخليها من الشقه هنا وتخليها هي وحسنات في البنسيون تحت، ما تسيبش الزباين لحظه واحده. الحقيني. يا راجل مالك بتصرخ كده ليه؟ على صوتك عربة. السرير بتاع الزكية السرق والمرتبة واللحاف والمخدات. ما تسرقش يا عطية. ودي السرق. خش جوه الأوضة تلاقيها فاضية. يا ساتر يا رب، الحرامية بقوا صعبة قوي، يسرقوا السرير والمرتبة واللحاف والمخدات. الحمد لله اللي ما سرقونيش أنا كمان. يا راجل يا مخلول، سريرك ما اتسرقش، أنا اللي خدته. أنت اللي خدتيه؟ وديتي فين يا زكية؟ احنا هنعزل. ربنا يعوضني في عقلك. امين. السرير خدته عشان الشقه اللي في الدور الاولاني حطيته فيها. وليه بس كده؟ انا خفنا انام لوحدي يا زكية، انام لي انا في الشقه الفاضيه. اللهم صبرني على ما بلاني. امين. يا راجل سيبني اكمل. طيب. الشقه اللي تحت عملتها بانسيون وعشان كده خدت السرير بتاعك، ومن هنا ورايح هتنام على الكنبه. بنسيون؟ عملت الشقه بنسيون؟ والله فكره حلوه. هتسميه ايه؟ بنسيون ايه؟ بنسيون زكية. الله، اسم عالي، اسم يجيب زباين. بنسيون زكية، بنسيون زكية. اسمعي يا زكية، أرجوكي بقى ممكن تحطي
اسم معاكي يبقى بنسيون مثلا، يعني مثلا زكية وعطية. ايه رأيك بقى؟ رأيي انك تبعد عني الوقت وتسيبني. احسن اعصابي هتفلت مني. لا يلا تهوى يا عطية. حاضر حاضر، بس ما تزعليش نفسك. حاضر، انا هتهوى يا زكية. سلام عليكم. اهلا وسهلا يا عمده. ايوه يا عمده، اتفضل. هنا بنسون ماما زكيه. ايوه، قالوا لي من تحت في الشارع عليه. ما نلاقيش عندكم اوضه بسرير فرداني؟ موجود طلبك يا عمده. ايه هو بكام الليل؟ بجنيه واحد بس. جنيه؟ او النبي. ليه؟ لا ده كتير قوي. انا احط راسي على المخد وافتح عيني الصبح وادفع جنيه؟ لا 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 يا عمده بنسيون ماما زكيه. دخلي ايه انا في زكيه ولا في علي؟ اسمع ما اقول لك بقى. نعم. انا ما ادفعش غير 50 قرش. قلت ايه؟ في ايه يا حسنات؟ يا ماما العمده عاوز اوضه بسرير ومش عاوز يدفع غير 50 قرش. هو الجنيه كتير عليك يا عمده؟ وانت كده كلك دهب. وحضرتك بقى تبقي مين؟ انا زكيه صاحبه البنسيون، دي اوضه مخصوص. ما هو اسمع اما اقول لك بقى، انا ما اقدرش ادفع غير 50 قرش. واحنا برضو ما نزعلكش، خلي الفرق عليا انا. انت هتقعد كام ليله؟ الليله دي بس، اصلا انا جاي اشوف ابن اخويا خدوه الجهادي. زي بعضه. هات ال50 قرش. ايه دقيقه واحده. هي المحفظه فين؟ ايه خدي اتفضل. انما اسمع اما اقول لك بقى، انتم بتاخدوا مقدم ليه؟ والله نظام شغلنا كده يا عمده، قبل الزبون ما يتخبط في الأوضة لازم يكون دافع اللي عليه، خصوصا وانت معكش عفش. ايه المقصود؟ أنا نازل أشوف شوية مصالح وارجع بإذن الله المغرب. سلام عليكم. مع السلامة يا عمدة، مع السلامة. الحكاية في منتهى البساطة يا ست زكية. سعدية تجيب المحفظة من العمدة. طب ده هو رابطها بحبل في رقبته. خدي معاكي موس صغير وتخش الأوضة في الفجر. يا خبر، أخش ازاي؟ يمكن يكون قافلها بالمفتاح. طب وتديله المفتاح ليه؟ أما يرجع قولي له المفتاح راح. اسمع يا دبور، بقى أنا بحب الفلوس صحيح، إنما ما بحبش المشاكل. مشاكل إيه يا ست زكية؟ طب افرض يعني افرض إنه حس بيا وأنا في الأوضة. أولا أنت ما تدخليش إلا الساعة 4. الساعة دي بتنام فيها الشياطين. إن حس بيكي وانت إيدك على صدره قول له يصحى يا عمدة يصحى، أنا جاي أصحيك تصلي الفجر. الله يخرب عقلك يا دبور. بقى دي دعوة ست زكية هانم، ادعي لي إن ربنا يعمره مش يخربه. أنت فاكرة إن الأفكار دي بتاعت بني آدم؟ مش ممكن، دي لحظات تجلي يا متجلي. طيب بعد ما تجيب المحفظة نعمل إيه؟ يا سلام، هي دي عايزة سؤال؟ ننفضها ونلقاها في المنور. مش قصدي، يعني نعمل إيه لما العمدة يصحى ويلاقي